السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله حنشارك معكم وصفة هذه الكيكة اللي تجي بالشوفان، صحية وهايلة وبزاف بنينة، تجي رطبة لداخل وناجحة كما راكم تشوفوا. اللي طلبوا مني الوصفات الصحية هذه الوصفة ليكم. هيا نفوتوا المقادير. نسحقوا 4 بيضات يكونوا بحرارة المطبخ. البيض يا يكون صغير ديروا 4 ولا 3 كبار. نديروا نص كاس سكر تاع الريجيم خالي من السعرات الحرارية. نزيد نص مغرفة كبيرة لافاني، رشة تاع الملح، ونخلطهم مليح. وبعد ما يمتزجوا المكونات نضيف نص كاس تاع الزيت، تقدروا تستبدلوه بزيت الزيتون ولا زيت جوز الهند. نزيد نص كاس تاع الحليب يكون دافي ولا بحرارة المطبخ. هنايا نورمالمون ندير 2 كيسان معمرين تاع الشوفان، انا هنا جاني كاس الا ربع خلاص لي. ونضيف نص كاس تاع الفرينه باش يجينا القوام متماسك. كيما قلت لكم اللي يديروا 2 كيسان شوفان يديروا غير ربع كاس فرينه. نزيد كيس خميره كيميائيه بوزن 15 غرام. وهنا بعد ما وجدت لي الخليط تاعي زدت له الزبيب، تقدروا تزيدوا مكسرات، زيدوا واش راكم حابين. شوفوا القوام اللي نتحصلوا عليه. هنايا ثاني ضفت شوكولا سوداء. ونجيب المول اللي حندخلو للفور، درت له بابي كويسون بهذا الشكل باش ما نتفادى انه يلصق لي، ولا تقدروا تدهنوه بالزبده ولا الزيت وترشوه بالفرينه. بعد ما فرغت الخليط ندير له شوفان، حبوب شوفان من الفوق، وزدت له شويه تاع الشوكولا هذيك، وندخلوه يطيب على فرن مسخن مسبقا على 180 درجه، الفور شاعل من الفوق ومن التحت. بعد ما يتحمر لنا بهذا الشكل نحيوه، يعني نتاكدوا من انه طاب بالعود تاع الشواء. اذا خرج ناشف راه واجد، اذا خرج يعني شويه مشمخ خليوه في الفور حتى يطيب. هنايا وجدت الكيكه تاعي، جات بزاف هايله وبزاف بنينه، يعني انا ما توقعتش الكيك تاع الشوفان يكون بنين هكذا. وشوفوا كيف يعني تجي متماسكه، ما تخافوا منها ما والو، وقطعتها وهي سخونه وكوميم راهي متماسكه. جربوها وما تخافوش منها. شوفوا كيفاه جات، يعني البنه مضمونه من عندي، مام هي ناجحه، ما تخافوا منها ما والو. هذه كانت وصفتنا النهار اليوم، نتمنى تكون عجبتكم، وبسلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.